مصيبة سوداء تثبت مدى العنصرية الاجتماعية والسياسية التي تعيشها مصر. لا قيمة لنا في هذا الوطن اللي أصبح وطنهم هم، وإحنا بقينا لاجئين عندهم. مصر داخلة على كارثة تاريخية. زي ما الوطن طردنا من جواه، لازم إحنا كمان نطرده من جوانا. الحل الأول هو إننا نطفش من البلد دي بأقصى سرعة. أنا جات لي فكرة. إحنا إيه؟ منحرفين. إحنا إيه؟ مش طبيعيين. حضرتك ناشط سياسي؟ لا، ناشط جنسي. قولي لي، هو باسك فعلا؟ لا والله يا بابا كذاب، أنا بس إيدي بس. على فكرة أنا ما بوستهاش، بس أنا شفت مكان التطعيم. المهم دلوقتي إن إحنا لقينا شعب شبهنا. إحنا عايشين كأننا طلعنا في قلب روما بالظبط. وستعشق الحضارة الإيطالية. بوناسيرا سينيوري حسن. مفيش أي جهة فوق القانون. لا يا راجل، مفيش حد سيادي على حد إلا بالقانون. اللي حصل إن الحياة في البلد وصلت لمرحلة البيبي. وأنت عايزنا نعمل إيه؟ نشيل البيبي؟ دي خريطة للأوضاع الاجتماعية في جمهورية مصر العربية. وإن أي كلام عن الأمل يبقى نوع من الوقاحة.